السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ النهارده 13 رجب يا ولاد، كل سنه وانتم طيبين. طبعا كلنا كنا صايمين النهارده. انا بصراحه نفسي راحت للكشري قوي، وكان في كتير قوي من فانزاتي حبايب قلبي كانوا طالبين مني الكشري بقالهم فتره، وانا ما كنتش عايزه اعمله عشان بيتعب لي القولون، بس قلت لا ما بديهاش بقى. يلا حبايبي، النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض طريقه الكشري عشان نفطر كشري النهارده يا ولاد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. بصوا شويه كشري بقى، والله العظيم بصوا حاجه كده تحفه والله العظيم. كان طعمه حلو جدا جدا يا ولاد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، انا معايا هنا حطيت ايه شويه زيت، مش كتير ما كترتش، يعني حطيت بتاع حوالي ممكن يكون نص كوبايه زيت. تمام. بصوا حبايبي، قطعت البصل هنا حلقات، حطيت عليه رشه دقيق، يعني حوالي معلقه صغيره مليانه من الدقيق، وقلبته تقليبه عشوائيه كده بسرعه علشان البصل ما ينزلش ميه والدقيق يتبل مني. ونزلته، كنت مسخنه الزيت على النار عشان البصل بتاعك يبقى مقرمش كده، والصوت اللي انا كنت عاملاه ده يا ولاد لازم تسخنيه وتروحي نازله بالبصل مره واحده. تمام. انا كنت عامله 4 بصلات، نزلت ببصلتين ولسه البصلتين التانيين. هنا بقى عبال ما البصل يتحمر، بصوا بقلب في البصل وحطيت التومه بتاعه الصلصه يا ولاد. الكشري عايز بقى الايه، الايد المتحركه كده، قوام قوام. بصوا حبايبي، التومه اتحمرت معايا اهي. طشيتها بشويه خل، باخد منها معلقتين. المعلقتين دول هتعملي بيهم ايه يا شيف داليا؟ هحطهم على المكرونه، هتشوفوا دلوقتي. بس سبت كل حاجه ورجعت تاني اطلع البصل. خدوا بالكم يا ولاد ان الكشري محتاج ايه، ايديكي شغاله على طول ما شاء الله. في خلال نص ساعه تكوني خلصتي كل حاجه. بصوا حبايبي، نزلت هنا بالصلصه بتاعه الطماطم. حطيت عليها ملح، حطيت عليها كمون، حطيت عليها فلفل، حطيت عليها معلقه من السكر. هتشوفوا كده اهو عشان تشيل ما تخليش فيها حموضه. معلقه السكر دي بتعمل تعادل يا ولاد، عشان انا حاطه شويه خل محترمين، وما تخليش حموضه في الطماطم. هنسيب بقى الصلصه كده تتسبك بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهو. قلبتها وخلاص سبتها. معلقتين بقى ايه الزيت بالخل اللي انا خدتهم دول هنزلهم على المكرونه. بصوا حبايبي اهو، حطهم كده على المكرونه، بيخلوا المكرونه ريحتها وطعمها حكايه يا ولاد. ورشه كمون خفيفه زي ما انت شايفه كده، ورشه فلفل اسمر خفيفه جدا. وقلبت المكرونه بقى، المكرونه كده بتاعتنا بقت حكايه. بصوا الصلصه كده اتسبكت بتاعتي، بقت بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عليها. كده انا حمرت البصل التاني اهو. تمام. سبت شويه بصل في الزيت، وعملت ايه يا ولاد بقى، نزلت عليه بحوالي 4 كوبايات من الميه او 5 كوبايات تقريبا. بصوا حبايبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا طلعت البصل اللي اتحمر الاخير، بس سبت شويه بصل وحطيت عليهم 4 5 كوبايات ميه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وهعمل ايه، بصوا البصل بتاعنا يا ولاد ما شاء الله عامل ازاي. والله العظيم بصوا، كريسبي ونشف كده وجميل جدا. بصوا حبايبي، طبعا سبت الميه اللي انا حطيت عليها الميه البيض البصل اللي انا كنت بحمر فيها البصل الزيت، نزلت عليه بالميه وسبته بقى ايه مع نفسه يغلي. وقلت على بال ما يغلي احمر الشعريه زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بصوا حبايب قلبي، الشعريه بتاعت الكشري يا ولاد ما بتبقاش لونها فاتح زي شعريه الرز. بصوا خدوا بالكم، شايفين لونها عامل ازاي؟ وانا قلت كمان لسه كمان شويه مش نحرقها، لا طبعا، بس اللي هو ايه عايزاها ايه، بصي تحميرها يعني دهبي غامق قوي. بصوا حبايبي، هتديكي لون في الكشري جميل وشكلها يبقى حلو جدا في الكشري. بصوا حبايبي اهو بالطريقه دي كده اهو. هشوح الشعريه مع الرز وهسيبهم بقى لحد لما ايه الميه تغلي بتاعتي، واغسل العدس وانزل بيه على الميه. بصوا اهي كده غليت. غسلت العدس حبايبي ونزلت ايه عليه بيه. تمام. حطيت بقى هنا شويه من الكمون، شويه من الفلفل الاسمر. تمام. حطيت شويه من الكزبره الناشفه، حطيت نص معلقه من الثوم. كل ده يا حبايب قلبي حطيته كده اهو. وسبت بس العدس ايه لحد لما استوى. اخدت العدس يا ولاد على المصفى وتحتيها طبق. بصوا صفيته، اخدت شويه عدس في الطبق عشان احطهم ايه في التقديم. ورجعت بقى اشوح الرز، خدت الميه بتاعه العدس اهي اللي اتسلق فيها العدس. بصوا انا كده بحط الملح بتاع الرز بتاعي، حطيت عليها شويه فلفل اسمر، حطيت عليها شعره من السماق. بصوا حبايبي اهو. وهنزل بيها على الرز بتاعي. والله يا ولاد شويه كشري، والله العظيم حكايه. بجد والله مش بتكلم كده عشان انا اللي عاملاه، لا والله انت هتعملوا وتجربوه هتقولوا لي. لو طلع وحش يقول لي يا شيف داليا لا الكشري بتاعك مش حلو. بصوا حبايبي، عملت ايه بقى،
انا خليت الرز يا ولاد لما دخل كده خلاص قرب يتشرب، رحت من ايه العدس اللي في المصفى عندي، رحت منزلاه على الرز وقلبته وغطيت عليه وسبته بقى مع نفسه كده يستوي. هنرجع خلاص بقى كده احنا غطينا على الرز. هنا بقى يا ولاد انا خدت الطماطم اديتها غلوه في شويه ميه لمده دقيقتين، غليت دقيقتين. قشرت الطماطم، انا بوريكم واحده بس انا قشرتها كلها وانا واقفه. خلي بالكم يا ولاد انا كنت في لايف. ضربت الطماطم يا حبايب قلبي، وحطيت حوالي 4 فصوص او 5 فصوص من الثوم على بصلايه صغيره مع الطماطم، وضربتهم مع بعض ونزلت بيهم على حمص الشام بتاعي اللي استوى يا حبايبي. بصوا حطيت هنا شويه من الكمون، حطيت شويه من الشطه. بصوا حبايبي، حطيت الملح بتاعي، حطيت ايه معلقه من السكر عشان برضو ما تخليليش حموضه، وسبتهم يغلوا مع بعض. بعد ما حطيت ده كله حوالي نص ساعه يا ولاد، وطيت عليه شمعه وسبته ياخد ويدي كده مع نفسه. بصوا الجمال والحلاوه يا ولاد، والله شويه حمص شام نفسي ادوقهم لكم يا حبايب قلبي، وشويه كشري. بس انا مش هينفع بقى اقعد اجامل بقى واقول ايه ده حلو قوي، ما ينفعش يعني، شهادتي مجروحه انا اللي عاملاه. فهتقولوا بتقول كده عشان هي اللي عاملاه، لكن بجد لا والله، لو في مصداقيه بيني وبينكم انتوا عارفين اكل الشيف ده اللي عامل ازاي. بصوا حبايبي هنا بقى معايا هنعمل الدقه بتاعت الكشري. حطيت معلقه من الثوم، معلقه صغيره يعني نص معلقه كبيره. حطيت شويه من الفلفل الاسمر، شويه من الكمون، عصرت عليها 3 ليمونات كبار. وبعد كده عصرت تاني يا ولاد، كتري ليمون على قد ما تقدري بقى، في الشتاء ده كمان حلو قوي، فرصه نحط ليمون كتير. تمام. هاخد كبشتين من ميه الحمص الشام، بس كبشتين 2، ونزلت بيهم على الخليط اللي انا عملته في الشفشق ده. وبعد كده زودت ميه سخنه يا ولاد من الكاتل. حطيت يا ولاد فنجال من الخل، فنجال من الخل. تمام. كده بقت الدقه بتاعتي بقت جاهزه معايا، طعمها تحفه ومززه وجميله. يلا نغرب بقى مع بعض. بصوا الكشري يا ولاد، المكرونه مفلفله والرز مفلفل وطعمه حكايه والله العظيم. بصوا حبايبي، حطيت ايه شويه عدس خام من غير رز ولا حاجه. بعد كده هحط ايه العدس بالرز بتاعي مفلفل وجميل. بصوا ما شاء الله عليه والله تحفه يا ولاد. جربوا طريقه الكشري دي على فكره تعجبكم قوي، نفس طريقه كشري المحلات بره، بس بطعم احلى والله، بطعم احلى حقيقي، لان احنا حاطين توابل مناسبه للكشري. لكن بره في المحلات بيحطوا توابل اوفر قوي بيغيروا طعم الكشري. انا حاطه التوابل المناسبه للكشري يا ولاد. بص انا بحب ازين كده بس ايه بحبه مكرونه تاني فوق الغامق كده. حطيت بصل كده. بصوا يا حبايبي اهو، ده كان شكله في النهايه. كريم مجري الفيديو يا ولاد، معلش سامحوني. بصوا يا حبايبي، شويه كشري وشويه حمص شام يا ولاد والله العظيم تحفه. يلا جربوهم بالطريقه بتاعتي كده ان شاء الله باذن الله تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي. ولو عجبكم قولوا لي عجبني، ولو ما عجبكيش قولوا لي لا ده وحش. ماشي يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. يلا حبايبي، سلام عليكم.